احنا النهارده هنتكلم عن هاتف جديد من سامسونج 5G، وبيقدم الصراحة معالج قوي وكويس جدا في الفئة بتاعته. ولكن الهاتف ككل بقى على بعضه كده كويس ولا في الفاضي؟ خلونا نشوف. قبل اي حاجة يا اهلا بيكم مشاهدين ومتابعين قناة موبي سي. احنا النهارده هنتكلم عن هاتف سامسونج جالاكسي A23 5G. هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف، المميزات، العيوب، السعر، زي ما احنا بنتكلم كل مرة هنوضح كل حاجة بالتفصيل. ولكن قبل اي حاجة ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل الجرس، ويلا بينا نبدأ الفيديو. في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنة مع افضل منافس ليه، كل ده في فيديو واحد. خلونا هنا اول حاجة نبتدي بالتصميم زي كل مرة، والتصميم هنا شكله اعتيادي من سامسونج، يعني نزل في هواتف كتير قبل كده من سامسونج. تصميم كويس، ولا هو وحش ولا هو حلو، حاجة وسط كده. طبعا الفريم والظهر الاتنين بيجوا من البلاستيك. خلونا نشوف الشاشة، والشاشة هنا بتيجي بحجم 6.6 بوصة بجودة فول اتش دي بلس وبدقة 2408 في 1080 بكسل، مع معدل كثافة بكسلات 400 بكسل لكل انش. والشاشة هنا BLS LCD، والشاشة معدل تحديثها 90 هرتز. بص، هي الشاشة الصراحة نقدر نقول انها كويسة وهتاخد منها اداء كويس مع 90 هرتز، ولكن الصراحة كانت مفروض تكون الشاشة أموليد في الفئة دي. يعني مثلا ولا الشاشة 120 هرتز ولا الشاشة أموليد، يعني مفروض كنت تدينا حاجة من الاتنين. ولكن عموما يعني هي الشاشة مش وحشة، الشاشة هتاخد منها أداء جيد. ولكن في هواتف تانية في نفس الفئة بتقدم شاشات أفضل. طيب بالنسبة للمعالج، الهاتف هنا بيقدم معالج ايه؟ الهاتف هنا بيقدم لنا معالج سناب دراجون 695 اللي بيجي بدقة تصنيع 6 نانو، والمعالج ده بيدعم خدمات الجيل الخامس. طيب المعالج هنا نظام قوي على فئة وسعر الهاتف، يعني كويس ولا لأ؟ المعالج على فئة وسعر الهاتف الصراحة كويس جدا، وهتاخد منه أداء كويس، سواء بقى في الاستخدام اليومي، التصفح، الألعاب، أي حاجة ممكن تستخدمها في الفئة دي. المعالج الصراحة كويس وهيقدم لك فيها أداء كويس. كمان المعالج موفر للطاقة شوية بسبب ال6 نانو. بشكل عام ومن الآخر المعالج هنا على فئة وسعر الهاتف كويس جدا الصراحة. الجهاز بيجي بنسختين، واحدة 64 جيجا مع 4 جيجا رام، والتانية 128 جيجا مع 6 جيجا رام. والهاتف بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي في منفذ مخصص لغاية 1 تيرا. اما بالنسبة للكاميرات، فالهاتف هنا جايب ب4 كاميرات خلفية، الاولى 50 ميجا بكسل ودي كاميرا الهاتف الاساسية وفيها تثبيت بصري، ودي الصراحة حاجة كويسة جدا ان هاتف في الفئة دي فيه تثبيت بصري. والكاميرا التانية 5 ميجا بكسل ودي كاميرا الترا وايد للتصوير بزاوية واسعة. والتالتة 2 ميجا بكسل ودي كاميرا ماكرو علشان تصور بيها التفاصيل من قريب جدا. والرابعة 2 ميجا بكسل ودي لعمل العزل. كاميرا الهاتف الخلفية تقدر تصور بيها فيديوهات بجودة فول اتش دي بمعدل 30 فريم في الثانية. اما بالنسبة للكاميرا الامامية فهي بتيجي 8 ميجا بكسل، وبرضه تقدر تصور بيها فيديوهات بجودة فول اتش دي بمعدل 30 فريم في الثانية. هنا البطارية بحجم 5000 ملي امبير، بطارية الصراحة كويسة وهتاخد منها اداء كويس، بالاضافة لدعمها الشحن السريع بقوة 25 واط. الهاتف هتطلعه من العلبة باندرويد 12. الهاتف بيدعم NFC. الهاتف بيدعم منفذ السماعات، منفذ الشحن بيجي من نوع تايب سي. سماعات الجهاز لا تدعم الاستيريو. الوان الجهاز هم 4 الوان، هم الاسود والابيض والذهبي والازرق. والهاتف هنا بيدعم مستشعر البصمة او البصمة يعني، وموجودة فيه زرار الباور. ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل اكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم، ممكن تكتب على جوجل موبي سي بالاضافة لاسم الموبايل اللي انت عايزه، وهتلاقي زر المقارنة في آخر الصفحة. وقبل ما نخش على المميزات وعيوب الموبايل ادعمنا بلايك واشتراك، ويلا بينا نشوف المميزات والعيوب. طيب بالنسبة للمميزات، فطبعا أول ميزة هنا هي المعالج اللي هتاخد منه أداء كويس جدا في الفئة دي. برضو البطارية كويسة. برضو من الحاجات الكويسة جدا في الهاتف إن هاتف في السعر ده بيكون بيقدم تثبيت بصري في الكاميرا الخلفية. اما بالنسبة للعيوب فهو عيب واحد، الشاشة كويسة ولكن كانت مفروض تكون في الفئة دي او في السعر ده أموليد.
طيب خلونا دلوقتي بعد ما قلنا كل حاجة نعرف سعر الهاتف، ولكن خد بالك وركز معايا كده ان سامسونج اصلا ما اعلنتش عن سعر الهاتف رسميا، ما قالتش عن السعر بره حتى. فعلشان كده كل الاسعار اللي هتتقال دلوقتي اسعار احنا متوقعينها. الاسعار دي لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام. احنا بنتوقع يتم اطلاق الهاتف في الخارج يعني بره يعني بسعر $250. اما السعر اللي احنا متوقعينه للهاتف في مصر 6000 جنيه. السعر اللي احنا متوقعينه للهاتف في السعودية 1170 ريال. طيب كده تمام قوي. ايه بقى افضل منافس للهاتف ده في نفس فئته السعرية؟ عندنا هاتف شاومي ريدمي نوت 11. الهاتف ده هو اقوى منافس لهاتف سامسونج جالاكسي A23 5G. هنخش على المقارنة بين الجهازين، ولكن قبل المقارنة احب اقول لك ان احنا هنا في قناة موبي سي عملنا مراجعة لهاتف شاومي ريدمي نوت 11. لو انت تحب تشوف المراجعة هتشوفها من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. اول حاجة هنقارن المعالجات زي كل مرة، وهنا سامسونج بيجي بمعالج سناب دراجون 695 وشاومي بيجي بمعالج سناب دراجون 680، وهنا معالج سامسونج بيتفوق. سامسونج بيجي بشاشة BLS LCD بجودة فول HD بلس ومعدل تحديث 90 هرتز. اما شاومي فهو بيجي بشاشة AMOLED بجودة فول HD بلس ومعدل تحديث 90 هرتز. وهنا شاشة شاومي افضل بسبب انها AMOLED. الهاتفين بيجوا بنفس البطارية 5000 ملي امبير، وهنا الاتنين زي بعض. سامسونج بيدعم شحن السريع بقوة 25 واط وشاومي بيدعم شحن السريع بقوة 33 واط، وهنا شاومي بتتفوق. خلونا دلوقتي نشوف الفرق ما بين الجهازين في الاسعار، ولكن خد بالك زي ما قلت قبل كده ان سعر سامسونج ده سعر متوقع احنا اللي متوقعينه، انما سعر شاومي ده سعر رسمي لان الهاتف نزل مصر بالفعل. سعر سامسونج المتوقع نسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام 6000 جنيه. سعر شاومي الرسمي نسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام 5600 جنيه. من خلال موقع موبي سي هتقدر تشوف مواصفات اي هاتف والاسعار الرسمية للهواتف، وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارن بين الاجهزة وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم. كل اللي عليك هتكتب موبي سي في جوجل وتخش تدور على اللي انت محتاجه. وفي نهاية الفيديو لو في اي هاتف معين عايزيننا نعمل له مراجعة اكتب اسمه في التعليقات. وكمان مستني اراك في هاتف سامسونج جالاكسي A23 5G. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة.